أعزائي المشاهدين هي أعزائي لايف جديد من محافظة القليوبية. النهارده احنا موجودين في أسواق بنا نتعرف على أسعار اللحوم. شهدت أسعار اللحوم ارتفاع كبير جدا النهارده في الأسواق. هنتعرف على إيه الأسعار من حضرتك. أهلا بحضرتك، عرفنا بنفسك. قول يا باشا. عرفنا بنفسك الأول. طيب طيب قول لي بقى الأسعار اللحمة النهارده عاملة إيه؟ اسعار اللحمه النهارده 250 لحمه صغيره. فين الصغيرة؟ دي الصغيرة. دي الصغيرة 250. لا والله 250 الصغيرة، والكبيرة الكبيره ب 170 و 180. ايه الفرق بين ال 170 و 180؟ دي الكبيرة؟ 180 الفرد 170. دي الكبيرة؟ لا دي صغيره. دي صغيرة اللي هي 250. صغيرة 250 ودي برضو صغيرة 250. لكن الكبيرة 170 180. 170 الفرم و180 قلنا ايه؟ الطبيخ. النهارده الأسعار زادت قوي. كنت بتباع قبل كده بكام؟ كنت ببيع ب 110 و 160. زادت قوي. طب في إقبال على شراء اللحوم النهارده ولا؟ في اقبال بس الجو غلى برضه. بقول اقبال ساعة القبض بس. ساعة ساعة القبض. القبض المعشية. طيب المفروم بكام؟ ب 170. المفروم ب 170. طيب ايه اللحمه وش الفخده والحاجات اللي وش الفخده بقى حاجات مميزه دي. ايه بقى؟ 250 وش الفخده. فين وريني. ده وش الفخده. هو ده. دي 250. دي برضو لحمه صغيره. قلت لي ان انت هتعمل مبادره قريب كده انك هتنزل سعر اللحوم. ان شاء الله قبل دخلة رمضان. هتنزل سعر اللحوم ان شاء الله. دي لحمه صغيره. اللحمه الكبيره اللي هي الجملي دي بتاخد وقت كبير قوي في التسويه. لا في عدد منها اللي هي الطبيخ. ايه؟ طبيخ اللي هو منه اللي هو تحت مرد الصلم والفريت والحتت الناعمه دي. الجمل 180. 180. قلت لي برضه في 240 اللحمه 240 اللحمه الصغيره ملبسه. وريني. طب وايه ده؟ دي الملبسه قلت لي بكام؟ دي 240. 240. ودي ايه؟ ده سجق. بكام؟ 170. عندك ايه تاني هنا؟ عندي كل حاجه. عندي كوارع. كوارع بكام؟ الكوارع بتيجي النهارده في بعض بنعمل مبادره فيها 150. 150؟ في ناس بتشتريها؟ قبل كده كانت بكام؟ كانت قبل كده ب 100. دلوقتي بقت ب 150. كانت بتتباع ب 200. بتتباع ب 200. هي بتتباع ب 200 حاليا. لكن انت عندك يعني هي في الاسواق ب 200 لكن انت بتباعها ب 150. لكن انت بتباعها ب 150. اكازيون. ايه تاني عندك؟ كل حاجه بالله. قول لنا، عرفنا ايه الموجود بالاسعار. البتلو ب 300 جنيه بشكل. البتلو ب 300 جنيه. 300 جنيه. فين عندك هنا دلوقتي؟ لا البتلو ده بالطلب. طلع. امال ايه اللي جوه ده؟ دي ليا دي. وريني بكام؟ اللي هي الضاني ب 140. اللي هي الضاني بكام؟ ب 140. 140. 85. دي اللحوم الصغيرة. دي اللحوم الصغيرة. اللي هي 280. 250 و 240. اللي ب 250 و 240 الصغيرة. على عسير. دي برضه صغيرة. ماشي. حاجة بالصلاة على النبي. بلدي. هو في غير بلدي؟ في ايه؟ في سوداني، في كرومبي. يعني ايه سوداني وايه كرومبي دي؟ دول مستوردات. اللحوم ايه؟ اللي بتتباع في الاكشاك دي. اللي بتتباع في الاكشاك ديت مستوردة سوداني لكن اللي عندك بلدي. احنا بنشكرك جدا. النهارده اسعار اللحوم عامله الصغير 250 240. احنا قلنا الفرق بين 250 و 240 ايه؟ الملبس والمميز. المميز العروق الوش اللي هو ده. دي المميز عروق وش ب 250. لكن الملبس ب 240. امبارح كنت بتبيع اللحمه بكام؟ برضه 240 و 250. يعني ما زادتش عن امبارح. بقالنا اسبوع كده بس. الاسعار ثابته بقالك اسبوع. اللحمه في سباكه بقالها اسبوع لكن هي غليت.
ب 250 الصغير مميز وملبس، والكبير 170 180، المفروم 170، الكبير 180. السجق 170. السجق 170، السجق 170، الكوارع 150. انت قلت ان انت مخفضها بقى. الاقبال ضعيف جدا على الاسعار اللحوم زي ما هو عارف بسبب اختفاء الاسعار. أعزائي المتابعين مشاهدي مصر تايمز، كنا معاكم من داخل أسواق بنها بنرصد لكم أسعار اللحوم اليوم. النهارده أسعار اللحوم زي ما قلنا الصغير ب 250 و 240، الفرق مميز وملبس. هو الملبس ده يعني عبارة عن إيه أو كده؟ الربع اللي قدامي. الربع اللي قدامي. السن، اللضلع، حتة الدوش كده. ده يبقى حلو برضه لما عسل. رمل هو ده الأكل. طب لما هو ده الأكل ليه أرخص من المميز؟ عشان يبقى الزبون أكبر عليه أكتر من المميز. المميز ده الفليت والتنظيف. ماشي، الزبون مقبل على حاجة المفروض تبقى سعرها أعلى مش أرخص. لا لا لا. سعرها أرخص. لا بس أنا بياخد حتة الدنيا. دي الملبس ولا دي؟ ده الملبس. والكبير 170 180، 170 المفروم، 180 عند عمرو. الأكل عمرو والله.